يعني ايه انا اجي من بره ما الاقيش اكل؟ يا حبيبي الاكل في الفرن اهو. اكل في الفرن؟ طب ما حطيتيهوش على السفره ليه؟ طب اهدى عليا يا ابني، انا بس قلت شطه بالمده. بقى اقعدي بقى، اهدي عليا وتمسكني بقى وقرفيني في عيشتي. اقول لك ايه يا حبيبي اللي انت عايزه، طلباتك اوامر. استغفر الله العظيم يا رب، انا طلباتي ان انا اجي الاقي الاكل محطوط على السفره. عينيا حاضر يا ما حبيبي. تحطيش ايدك عليا. حاضر. ما تحطيش ايدك عليا. انت بتزعق لها كده ليه؟ بتزعق لها كده ليه؟ ليه؟ مالك؟ بس يا اخويا مالكش دعوه بيها. عايزه ايه يا دعاء؟ هو بيزعق لي كده ليه يا ماما؟ لا مش بيزعق، احنا بنتكلموا سوا. وما تشغليش بالك انت، اطلعي وراها يا اختي. هو انت بتعملي كده ليه يا ماما؟ انت اسكتي بقى بدل ما يسيب لي البيت ويمشي، انا عايزاه يقعد جنبي. يعني انت خايفه عشان هو ما يسيبلكيش البيت ويمشي؟ لا خايفه عشان انت اللي ما تسيبيش البيت ويمشي، سيبينا لوحدنا يلا اتكلي على الله. وبعدين يا اختي ما تتحمقيش قوي، تعملي انت ان البت البطه البيضه وانا اللي يا اخي ابن البطه السوداء. بس يا ولا بقى كده الكلام ده انت ايه ده؟ بنتك طول عمرها منافسانه مني وكرهاني. انت مالك ومالنا يا دعاء؟ انا وابني حرين. يعني ايه انت مالك وانتوا الاثنين انا مالي انا وانا عملت حاجه؟ انا داخله بدافع عنك. لا مالكيش دعوه، انا وهو حرين يا دعاء، واتفضلي اطلعي بره. انت هتفضلي كده كتير؟ هتفضلي تفرقي ما بيننا وتنسيني ان انا اخته الكبيره؟ لا يا حبيبتي انا مش منسيه، بس هو بيتدلع حبه. هو اللي مش حق الكبير يتدلع. بقول لك ايه يا دعاء، شوف رايحه فين. يلا يا حبيبي رايحه السفره وانا هجيب لك الاكل. طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى. قولي يا حبيبتي. انا مش قاعده لك هنا في البيت. يكفي مع السلامه. خلاص يا ولا بقى خش اطلع بقى. بس انها غلط في ده. هو انت اعملي الاكل، انا مش معنى اللي انت عملتيه ده انا هسكت لك. اعملي الاكل. حاضر يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يهديك يا ابني. ده انا النهارده حلو اللبس ده. حلو قوي قوي قوي. طول عمرك ياما لابسه على الموضه. انا محضر لك مفاجاه النهارده، هخرجك خروجه ما تحلميش بيها في حياتك كلها. ما انا عارفه ان انت حنين عليا يا ودي. طبعا اتفضلي يا امي قدامي على العربيه. يلا يا اختي انزلي يا اختي انزلي. طب بالراحه يا ابني. بالراحه. طب ركبتني ده ورا انت كده ليه؟ خنقتيني في عيش. انزلي اوعي، وسختي لي العربيه، وسخت العربيه. حقك عليا يا ابني. اتفضلي قدامي. اطلعي اطلعي يا اختي. يلا امشي قدامي. طب انت هتوديني فين؟ امشي. نيلة اقعدي هنا. اقعدي. طب انت بقى قعدت هنا ليه؟ حسك عينك اشوف وشك في بيتي تاني، انت فاهمه؟ بيتي. انا مش عايز اعرفك. بس ده بيتي ولا يا شادي يا ولا. اروح فين يا ربي؟ اروح فين؟ ايوه اروح لدعاء. ايوه انا عارفه العنوان، اروح اسال عليها. أوه. منك لله يا شادي. ايوه دعاء. انت عرفتي مكاني منين؟ وايه اللي جابك هنا اصلا؟ اسكتي، ده دخت على ما جيت بيتك وتعبت قوي. ما تعرفيش اللي حصل لي؟ مش عايزه اعرف. والنبي اسمعيني. مش عايزه اسمع. والنبي انا محتاجه لك يا بنتي. دلوقتي محتاجه لي؟ معلش اسمعيني. اسمع ايه؟ شادي ماله؟ كرشني في الشارع. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش اصل عامل تعمل. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ انت نسيتي انت عملتي فيا ايه؟ نسيتي اهانتك ليا وضربك وشتايمك واحراجك ليا وتفضيل ابنك عليا اللي كان بيهزقك وبيشتمك باوحش الشتايم لدرجه انه مد ايده عليكي. عارفه يعني ايه مد ايده عليكي؟ وبرده اصل ده ابن حبيبي، انت مالكيش فيه، اطلعي بره الموضوع. المهم ان انت لازم تترمخي على الحاجه الغلط، انما اللي بيقولك على الصح ده بيبقى عدوك، بيبقى واقف قدامك صد وباب صد كده. عمل معاكي ايه استاذ شادي؟ كان سند ليكي؟ كان ظهر ليكي؟ والله العظيم ابويا كان عنده حق، بس انا ما سمعتش كلامه. الله يرحمه بقى، ربنا يجازيه كل الخير. ملهوش مني غير كل يوم بدعيله ليل ونهار عشان ماليش غيره. طب انا هقول لك حاجه، انا غلطانه واللي فات مات، بس انا دلوقتي اروح فين وانت عارفه ان انا ست كبيره. دلوقتي بقيتي ست كبيره؟ دلوقتي بقيتي ست كبيره عليا لما رميتي بنتك ومش عارفه هي هتروح فين؟ هو رماد اهو. ده اقل واجب، لازم اقل واجب من واحد اديتيله كل حاجه وهو ما يستاهلش حاجه، وان المفروض يبقى سند ليا خليتيه اكتر واحد استقوى عليا. حقك عليا، طب سامحيني والنبي.
اسامحك على ايه بقى؟ على اي حاجه عملتها فيه. لما طلعت في شارع وانا لوحدي، ولما فلان وعلان فضل يتكلم وانا لوحدي، بس انا قويت ووقفت، واديكي شايفه انا عامله ازاي بنفسي مش بيكو. انا عارفه والله. طب اروح فين؟ أنا ممكن تلاقيني ميته في الشارع. الف بعد الشر عليكي. يعني اللي انا هعمله معاكي ان انت هتفضلي هنا معززه مكرمه. الله يبارك لك يا بنتي والنبي، الله يبارك لك. بس مفيش مشاعر ما بيني وما بينك. انت كرهتيني في حاجه اسمها ام، كرهتيني في اي معامله ما بين ام وبنتها. اتفضلي ادخلي. طب بلاش المعامله الوحشه. لا هعملها بمنتهى الاحترام والادب، ما تقلقيش، ما تخافيش، اصلا انا مش جحده، بس ما تنتظريش مني احساس. خلاص؟ الله يبارك لي فيك يا بنتي. اتفضلي. مش مستنيه حاجه من حد ان يجي يقول لي اصل الام اصل الاب، هنتحاسب عليهم وكل حاجه، وهم كمان هيتحاسبوا علينا. اللي بيزرع بيحصد. زرعتوا غباء، اهلا وسهلا بالغباء من عيالكم. زرعتوا كل حنيه وحب، اهلا وسهلا بالعطاء والحنيه والحب والتفاني، وان رقبتنا تبقى تحت رجليكم. طبعا مستنيه انتقادات كتير، وام ومش ام، مش كل ام ولا كل اب. السلام عليكم.